موبايلات ريلمي بتثبت نفسها دايما في السوق المصري وبتقدم مزيج مثالي بين الاداء والسعر، ومن احدث اصدارات الشركه دي هو خليفه الموبايل اللي كان قوي جدا السنه اللي فاتت، وهو الريلمي 12 برو بلس، واللي جاي السنه دي الريلمي 13 برو بلس. الموبايل ده جاي بمواصفات قويه وبتصميم جذاب، ولكن انا في حاجات كتير انا مفتقدها في موبايل السنه اللي فاتت. احنا هنعمل مراجعه تفصيليه للريلمي 13 برو بلس وهنقارن بينه وبين الريلمي 12 برو بلس بتاع السنه اللي فاتت. فيا ريت قبل اي حاجه تعمل سبسكرايب ولايك، ويلا علشان نبدا في الفيديو. واول حاجه هنبدا بيها هي التصميم في الموبايل ده انا عندي عليه تعليقات كتير، وكمان تحديدا لوجود الموبايل اللي كان قبله وهو الريلمي 12 برو بلس اللي كان جاي بتصميم فخم جدا. والحلو اللي فيه ان الموبايل كان جاي بتصميم من الجلد مع فريم من البلاستيك، فاحساس البلاستيك مع الجلد مش وحش، ولكن احساس الازاز مع البلاستيك مش الطف حاجه. بس طبعا انت عندك لون من الموبايل ده مصنوع من الجلد وهو تقريبا اللون الاخضر او اللون القريب من الازرق بتاع السنه اللي فاتت، ولكن بصراحه تصميم السنه اللي فاتت كان احسن بكتير جدا. وبعد كده هنيجي لنقطه مهمه جدا في الموبايل وهي الشاشه في الموبايل ده جايب مقاس 6.7 من نوع اموليد، وبتوصل لعند 120 هرتز، وبتوصل لعند 1200 نتس، وفي البيك برايتنس لعند 2000 نتس. وبصراحه اداء الشاشه دي مبهر جدا، وهتشوف منها تجربه الوان ممتازه، ولكن هي ما اختلفتش اي حاجه عن موبايل السنه اللي فاتت غير في السطوع بس، فده ما يعتبرش اي تحديث. والشاشه جايه بطبعه حمايه كورنينج جوريلا جلاس 7 ار، وطبعا عندنا بصمه تحت الشاشه وهي دي تجربه البصمه. وبالنسبه بقى لتجربه الصوت في الموبايل ده فهي ما اختلفتش ولو جزء بسيط حتى عن السنه اللي فاتت. الموبايل جاي بنفس السماعات الستيريو اللي كانت بتأدي اداء كويس جدا السنه اللي فاتت، ولكنها ما اختلفتش تماما. بعد كده نيجي لجزء المساحات ونظام التشغيل. اول حاجه الموبايل ده جاي بثلاث مساحات، 256 مع 8 او 12 جيجا رام، او 512 مع 12 جيجا رام. وعندنا الموبايل ده جاي بنظام تشغيل الريلمي يو اي 5 اللي مبني على اندرويد 14، واللي هي واجهه مستقره جدا ومليانه بالمميزات والتخصيصات الكتير، واللي بصراحه مش هتحس فيها باي تهنيج تماما. جزئيه الاداء بقى في الموبايل ده ما اختلفتش اي حاجه تماما عن موبايل السنه اللي فاتت. جيب نفس المعالج وهو السناب دراجون 7 اس جين 2، واللي مبني على معماريه 4 نانومتر، واللي هو معالج اداؤه كويس جدا، ولكن ايه الاختلاف بينه وبين السنه اللي فاتت؟ على الاقل كانوا يعملوا اي تطوير ولو تطوير صغير حتى. وعندك المعالج الرسومي ادرينو 710، واللي هو اداؤه كويس جدا ومستقر، واللي هتوصل في اعدادات ببجي على سموز وفريم ريت اكستريم. وبعد كده هنيجي لجزئيه البطاريه، واللي هي نقطه تميز برضه في الموبايل ده. الموبايل جايب بطاريه 5200 ملي امبير، واللي بتدي لك اداء في حدود ال 13 ساعه. والموبايل ده جاي بشاحن سريع 80 واط، واللي بيشحن لك الموبايل من 0 ل 50% في 19 دقيقه، ومن 0 ل 100% في 49 دقيقه. والمفاجاه بقى في الموبايل ده ان الشاحن موجود عندك في العلبه، مش هتضطر انك تشتريه بشكل منفصل، ودي حاجه ما بقيناش بنشوفها حتى في موبايلات الفئه المتوسطه من شركات زي سامسونج. بعد كده نيجي لجزء مهم وهو كان جزء التميز في موبايل السنه اللي فاتت، وهي الكاميرات. الموبايل ده جاي لنا بثلاث كاميرات. الكاميرا الاولى بدقه 50 ميجا بكسل وهي الكاميرا الاساسيه، والثانيه بدقه 50 ميجا بكسل وهي الكاميرا التليفوتو اللي بتوصلك لعند 3 اكس زوم، والكاميرا الثالثه بدقه 8 ميجا بكسل وهي الخاصه بالالترا وايد. الكاميرات دي بتوصلك لعند 4K 60 فريم. وعندنا الكاميرا الاماميه بدقه 32 ميجا بكسل، والمفاجاه في الموبايل ده ان الكاميرا الاماميه بتدعم تصوير فيديوهات لعند 4K، ودي حاجه ما بنشوفهاش في اغلب الموبايلات اللي في الفئه المتوسطه، بالعكس هي حاجه بتقتصر على الفلاج شيبس في الموبايلات. الصور بالكاميرا الاساسيه في الموبايل صور مشبعه وتفاصيلها حلوه، والديناميك رينج بتاعها مظبوط، بس السكين تون مش افضل حاجه في الموبايل. هتحس ان الصور فلات اول ما تشوف فيها بشر في الصور. بالليل بصراحه هتلاقي ان الموبايل برضو ما قلش تميز عن الصبح، هتلاقي كل حاجه متظبطه من حيث الديناميك رينج والاكسبوجر وكل حاجه، هتلاقي ان الموبايل بيأدي كويس. وعندنا بقى الكاميرا التليفوتو اللي بتوصلك لعند 3 اكس زوم، هتقدم برضو اداء قريب جدا من الكاميرا الاساسيه بس مش نفسه، وهتقدر تاخد بيها بورتريهات، ولكن برضو السكين تون في الموبايل بنفس الشكل اللي حاصل في الكاميرا الاساسيه، ودي برضو الصور قدامك تقدر تحكم عليها بنفسك. الكاميرا الالترا وايد في الموبايل اداها كويس، يعني مش هنقول عليها كلام كتير، ولكن هي مش هتاثر معاك تمام. بالنسبه بقى للكاميرا الاماميه مش هتقدم لك اي اداء مبهر، وحتى مش هترضي توقعاتك، وده برضو تجربه الكاميرا قدام، ودي كده تجربه الفيديوهات في الموبايل. ونيجي بقى لنقطة السعر. طبعا الموبايل ده لسه ما نزلش في السوق المصري، ولكن سعره المتوقع هيكون في حدود ال 24000 جنيه. وفي الخلاصة كنت حابب اقول لك ان الموبايل ده ما اختلفش كتير عن موبايل السنة اللي فاتت، يعني الاختلاف اللي كان واضح بين الموبايلين كان في التصميم، وبالنسبة للبطارية 200 ملي امبير، وفي الشاشة بقت بتوصل لعند 1200 نتس. هي كانت عيب السنة اللي فاتت ان الموبايل بيوصل ل 800 نتس بس، ولكن الاختلاف ما كانش اختلاف قوي. فانت لو معاك 12 برو بلس ما تغيرش الموبايل ال 13 برو بلس، وكمان لو موبايل ال 13 برو بلس
نزل بسعر 24000 جنيه، وال12 برو بلس سعره 19000 جنيه، فانت اولى بفرق الفلوس. وبس كده احنا وصلنا لنهايه الفيديو. يا ريت لو لسه ما عملتش سبسكرايب ولايك تعمل سبسكرايب ولايك، واشوف وشك على خير.